عمار محمد والآب بتاع التنسي. مبروك لعمار. شادي عندك امل بكره ان شاء الله. اللجنه تعيد تصويت. اتفضل عمار، مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بالخير والمسرات، إن شاء الله تكونوا بنعمة وصحة وعافية. جمهور الحبيب، أولا تحية شكر وتقدير لكم. الله يبيض وجوهكم مثل ما بيضت وجهي. ألف 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 شكر. نجاح اليوم هذا هو بفضل الله أولا، ثم بفضلكم، بفضل جهدكم وتصويتكم ودعمكم لي. الحمد لله شفتوا الشكل اللي طلعت فيه، إن شاء الله يكون شكل مشرف لبلادي ولكم وأهلي وناسي في اليمن وخارج اليمن. اليوم الأغنية كانت للفنان الراحل الكبير محمد سعد عبد الله، وضاقت الدنيا. أنا اخترتها خصيصا لأنها تعبر عن الوضع اللي احنا عايشينه في اليمن والتعب والبهدلة اللي احنا عايشينها هذه الفترة، فحبيت اني اوصل رسالة لشعبي والناس والجمهور اليمني وايضا الجمهور العربي، كلنا في الهواء سوا طبعا، انها لابد ما تفرج، وان الاوضاع بتتحسن باذن الله، وانه لابد من خير. ولو يوم زمانك جار بكره بات لين، اصبروا يا ما ناس مثلك صابرين. هذا المغزى من الاغنية واللي قدمتها اليوم. وايضا الحمد لله اني توفقت بالظهور بالزي اليمني اللي هو يعني الزي اللي مش محتاج الى تعريف، بس حبيتني اكون انا يعني شخص ظهر به في قناة كبيرة مثل قناة MBC وبرنامج كبير مثل برنامج عرب ايضا. الحمد لله توفقت في هذا الشيء، وان شاء الله يكون يناسبكم. شفتوا اللخبطة اللي صارت لانه صرت غيرت الزي اليمني ورجعت لبست البدلة، فالامور ما كانت مرتبة سوا، بس الحمد لله نهضنا بعض المظهر. ألف ألف شكر على اهتمامكم وشكرا لتصويتكم، وما ذكركم من المراحل القادمة ضروري ان التصويت يكون أكثر، لأن التحدي بيكون أقوى وأكبر والشباب معاهم تصويت ودعم أكثر. فإن شاء الله نبيض وجهكم وأنتم إن شاء الله تبيضوا الوجه. بارك الله فيكم وألف ألف شكر.